solo tunisino sto filmando macelleria islamica. Ah, Non sto filmando te. vabbè. شيشة بس روح شيشة ها؟ النظام ديالك كمل فيك لا لا ماشي تدخل عشان الغاز شوالي ولا غاز هذاك الحاج ادخل شو قدام اوكي سي بون اوكي طريقه السلام صح لا لا يا ريون تيجي زيد زيد زيدنا كبده تاع دجاج الله واش الخوازي كي دايره مبارك مزيان مبارك كم هذه كيف هذه انا سمعتها صباح زعما ما سمعت لا قال لي عبد الله قال لي قبل السنه قال لي عبد الله باينه والله السلام عليكم. معكم مبارك ماتشيليريا اسلاميكا حلال بادوفا. كيف كتشوفوا عندنا منتوجات عربيه تونسيه مغربيه جزائريه، عندنا لبنانيه سوريه. كيف كتشوفوا الزباين اللي عندنا موجودين هون اغلبهم عرب من الجزائر من تونس من المغرب. ومرحبا بكم. مرحبا. السلام عليكم خويا، مرحبا بكم عنا هنا بوشري حلال بادوفا. نخدموا مع جميع مع العرب مع التوانسه مع الالجيريان. عندنا كل شيء المنتوجات هنايا حلال، منتوجات عربيه جزائريه مغربيه كل شيء كاين هنايا. مرحبا بكم عنا 100 مرحبا و100 ألف مرحبا خويا، وخير بكم خويا. عزيز مغربي من المغرب، خدام هنايا عندي 30 سنه في ايطاليا. خدام نخدم يعني لا ريستوراسيون، نخدم بيتزا، نخدم كل شيء. والظروف هي تو بورتروبو وللاسف كما تيقولوا وقت بدلات مع الكوفيد 19 مع الحكايات ما عادش خدمه كما قبل. ولكن هكا كاش عملي عندنا صغار ولاد فهمني ماشي اخويا ماشي معنا قاعدين نتعاركوا نتحاربوا مع
مع الزمان ومع الظروف. كل هاك تشوف هذه الخدمه نتاعنا نخدموا بالحلال. معنا خدمتنا هي هذه حبيبي. وين الريستورون عزيز؟ ريستورون بونتي دي برينتا بادوفا بروفينشيا دي بادوفا. اسم الريستورون؟ لومبليغو دو موندو. باش تنصح العباد اللي تجي تحب الغربة؟ والله اللي يجي مرحبا بيه. احنا نخدموا على خدمه معناها دي كاليتا معناها نتاع فرينه نتاع يعني زانغريديو كي نحطوهم الفوق. لا ديفيرونس تخليها ديما معناها ابار الصنعه لا بروفيسيوناليتي يعني لي زانغريديو مكونات مهم برشا في الخدمه هذه. يعني هذا مش معناها الحكايه هذه تاع الخدمه تاع البيتسيريا مش عزلوا برا، هي حاجه كيميكا شيميك معناها كل شيء بحساب العبار وهذا فهمتني. ومن بعد التمبراتوره الحراره نتاع الفرن معناها فيها برشا حاجات يعني هي سهله مش صعيبه. بيرو عندنا لي تروك نتاعها معناها مش حاجه هكاك يعني واحد يعجن في الدار ويعمل بيتزا. نص النهار محلول نص النهار؟ نص النهار نخدموا كان نخدموش بيتزا نخدموا كويزين ايطاليين نخدموا معناها حوت اللحم اللي يجي فهمتني يعملوا مينو بريمو سيكوندو بريمو سيكوندو كونتورنو معناها مشروب بريتسو نص النهار عاملين بريتسو مينو فيسو خدامه فيه 12 اورو معناها فيه البروميي بلا دوزيام بلا وفيه حتى الكونتورنو وفيه المشروب تاعو وقهوه والكل يعني هذه هي يعني هذه هي. وباش تنصح الشباب اللي يجي الغربة يحب يهاجر؟ ويا الغربه اش نقول لك الغربه بورتروب بالنسبه لي انا ما عادش الغربه تاع قبل كانت الغربه معناها كانت ولا كانت الضرائب والخسائر. اذا واحد عنده صناعه في بلاده برازيليه و الظروف هنا برازيليه صعبت وياسين حتى انت تعرف الاورو معناها نسيك. Adesso abbiamo ancora 2 vini. Va bene. Bufala e salsiccia con ghirossa. Va bene. ظروف صعبة يعني ما عادش كيما قبل راهو. لا هنا كان ضرائب ولات. خلاص هاكل برا ياسين راك تعرف انت زاد ياسين. تعرف البلاد صعبة عندك صغار عندك عائلة. صعبة الطليان صعبة ما عادش. صعبة ياسر. لازم الانسان يصبر اللي يجي لهنا جديد لازم يصبر يتبع الاحلام. لا اللي يجي مرحبا به ولكن تو معناها الظروف تبدلت ما عادش كيما قبل. فهمتني ما عادش مسامحة حتى الظروف. على ياسر تو بالكوفيد اكثر لو الحكايه ولا تكثر يعني صعبه برشا والخلاصات برشا تو في الماكس عملت البيتزا تاعك مانكا بوكو. راسي حبيبي نجي فرينا هنا حطوها باش ما تلصقش البيتزا كل مره يجي بعد واحد يهضر بس
selon tout ça. وهذه هي يوم طولها شويه والله هنايا الحاجه ديالها صوفي باسم عندي 13 سنة في بادوفا. كان عندي ريستوران فهمتني، معناها نعمل أكلة تونسية فهمتني. إن شاء الله باش نحلو في بلاصة أخرى إن شاء الله إذا سهل ربي. يعني لاباس الحمد لله الحمد لله. احكي لنا عن الغربة. والله الغربة مش نحكي لك، الغربة كل واحد كيفاش عداها غربته، يعني كل واحد شنو عدى. عديتها الحمد لله، انا عديتها. تحكي لنا وقتاش خرجت، كيفاش خرجت؟ خرجت 2007. خرجت 2007. قانوني غلط؟ لا خرجت حارق ويعني وعديت مدة زادة في ليبيا فهمتني، يعني جونة وكذا. تعبت شوية ملول يعني برشا، يعني معناها ما عندكش الأوراق، ما عندكش خدمة فهمتني، معناها ما تنجمش تخدم في النوار كذا فهمت. أما يعني تعب. الحمد لله رضيت الله الوالدين، يعني الحمد لله. معناها توا نحكي على بعد 13 سنة غربة، يعني من الحاجات اللي عديتهم في الغربة معناها عبارة ما تفسخوا، يعني تلقاو فيا من الداخل بيرو عملوا فيا عبد داخل وكهو، معناها مش هكا الدراما وباش نبقوا نحكي. والغربة حكايات، حتى البلاد حكايات، مش كان الغربة يعني فهمتني. يعني تنجم تكون متغرب حتى في بلادك. اي نحن نحكي على التوانسة يعني في المهد. والله العباد كي نحكي في الغربة. انا حكايتي كبيرة طويلة خويا، حكايتي معناها عندنا ملخص. فما حاجات تتحكي وفما حاجات ما تتحكيش بالنسبة لي. انا نعرف اللي قدام التلفزة ولا كذا مي فهمت يعني عديت اللي عديته فهمتني. بدلت حياتي يعني الحمد لله، يعني من إله فهمتني. كنت من غير اوراق وعازب فهمتني. تزوجت، عملت صغيرات ما شاء الله، عملت مشيرية فهمتني. استقريت لهنا يعني الحمد لله، يعني لا بأس. معناها تنصح الشباب اللي قاعد يحرق تو باش يجي
تشجيع، اسمعني، نشجع ولا ما نشجعش شباب وغير شباب قاعدين يجيوا معناها فهمتني، خاطر الوضع في البلاد العباد يعني ملزوز عليه باش تجي وكذا فهمت، يعني يحب يحسن وضعه هذاك، ما تنجمش يعني ما تنجمش تقول له ما تجيش ولا كذا ولا فهمتني خويا، يعني هذه حاجه بحكم الوضع وبحكم اللي صاير في البلاد، بحكم معناها الشر والشمنطر اللطف فهمتني، يعني فما عباد وعائلات حرقوا، مش فما دكاتره، فما عباد يعني نسانسو مش دكاتره يعني، فما عباد يعني قاريه ومتخرجه وغيره، وفما يعني ناس تخدم في الحاكم، خاطر الوضع البلاد يعني مش حد ما باش يستناني انا نشجعه ولا ما نشجعوش، كل واحد وكيفاش يعديها. هنا مثل بيوم نصيحه ما عنده واحد تونسي معناها معدي برشا غربه، كل واحد كيفاش تعطيه غربته خويا، نجم انا ننصحه نقول له ويجا ومن بعد يصير فيه سبحان الله، كل واحد شنو مكتب. انت احكي له شنو هي فما يعني فما التمرميد زياده اخي، فما التمرميد، فما الخرب، فما معناها فما الجري، فما الهيد، فما تتلز على فهمتني باش تريسكي وكذا، خاطر ما عندك شكون يعطيك فهمتني، يعني فما تعب وفما شكون اللي تزهر معاه معناها، فما شكون، وكل واحد شنو يحط في مخه زاد. تو اسمعني، اللي باش يجي وكان حتى تبدا نيته في الحلال ولا كذا فهمتني، ما يلقاش كيفاش خدمه يتلز فهمتني، يعني بالصفه عليه فهمتني، يعني فما شكون يلقى فما شكون يعني ربي يسهل له مثلا فهمتني في بنت حلال، في حاجه فهمت كيفاش يعني تبدل له مثلا شويه معناها فكرته، يعني يولي ينجم معناها كما يقول فيها كي يحس روحه استقر كذا يولي يحب يفركس على خدمه الحلال، ما هو عنده الاوراق، اللي ما عندوش الاوراق مش عنده باش يعمل مسكين، باش يتلز على الريسك وباش يتلز على غيره وباش يتلز على كذا فهمتني وحده. شنو رايك تو على الكوارث اللي صايره في البلاد، اغتصاب وقتل؟ هذا الكل ما هو من التهميش ومن الفقر ومن الشيء، ما هوش واحد يعني قاعد يبرر لهم في موقفهم، غالط ديما فهمتني، اغتصاب وغيره وكذا فهمتني، وسرقات وغيره، وناس كبار يبكوا فيهم ويغتصبوا فيهم يعني فهمت، يعني بالطبيعه حاجه ما تفرحش باش تحكيها ولا باش مش معناها مبرر كونك فما عباد برشا عباد تبات بلاش عشاء وما تسرقش وغيره، معناها كل ذيك عباد فئه من العباد فهمتني، يعني لا يهداها مش نقول يعني فهمتني، معناها مش يعني فئه مش التوانسه الكل هكاكا فهمت، التوانسه مساكن يعني نسانسو، خاطر فئه من التوانسه تهم شو صحيح يعني من البطاله ومن برشا حاجات يعني خويا فهمتني، من يشوف يمه تخدم صباح وليل فهمت باش تمد هو 2000 ولا 3000 اللي ما عادش تو 2000 و3000 يا حسره فهمتني، يعني شيء البلاد ربي يفرج عليها خويا، يعني انا مثلا قعدت مده ما روحتش. قداش عندك مروحت؟ باهي انا روحت معناها مروحتين الوالا ما يتسموش يعني فهمتني، خاطر روحت بسبب مات خويا الله يرحمه فهمتني، اول مروحتي يعني بعد 10 سنين يعني عديت بتجربه، فذيك انا كنت الريسكي ماهيش فخره هي بيرو ما تتقال يعني وكا هو فهمت، من بعد ريت يعني صارت لي حاجه معناها خليها ليا ما نحكيهاش يعني فهمتني، اي فهمتها كيفاش يعني بدلت لي نظرتي شويه للحياه فهمت برشا مش شويه، وان شاء الله ربي يسهل على الناس الكل خويا، ربي معلش انا فهمت. كثير الشباب يجوا من تونس من اي بلاد يحبوا يلقى هذه مساهله، يحبوا يعملوا والطريق هذا ما شفت انا، حتى نقولوا احنا حتى عندي من اقرب الناس ليا فهمتني اختاروا طرق وما وصلتش، لكن الحمد لله تو واحد وفقه جي لهنا يختار الطريق الصحيح، تلقى اخوانك يعاونوك كذا. ننصح الشباب في تونس، الشباب ننصح يا اخويا، الشباب احنا نحب الشباب، والشباب تونس ماذا بينا احنا شباب تونس هو اللي يخدم البلاد، لكن مع الاسف موجودين لهنا جايين بكثره، لكن ماذا بينا اللي توفرت فيه وجال هنا ماذا بينا الطريق الصحيح، والطريق الصحيح والله العظيم وانا نقسم انا في بيت ربي يعطي صوره لبلاده ويوصل راهو بحول الله، وكل شيء تو في الوقت هذايا كل شيء راهو صعيب موجود، الصعوبات موجوده لكن تصبر والله تنال، هذايا راهو لما
ما فيش اختيار، تصبر راهو تنال. اما العبد راهو يتسرح في ساره ويضيع حياته تضيع وشبابه يمشي واهله ينسوه ونساه برشا. لا موجود، راهو موجود الماء واحد موجود. الضرر اكثر بصراحه، لان الضرر اكثر من الاصلاح، لكن العبد لازم يكون ان شاء الله يكون قدوه للشباب. احنا تو يعني فما شفناه وننصحوا الشباب، راهو حتى كان جيت ما يسالش يا ودي يجي اصبر، راهو ما يسالش تمرميد كما موجود في بلاده كلها. هناك الحمد لله لهنا راهو الطريق الصحيح والله موجود قريب، فهمتني، لكن فيه شويه صبر وفيه شويه مثابره. وان شاء الله يا اخويا ربي واحنا نعاونوا الناس الكل تو موجودين، احنا قدم وكبار الناس ونعاونوا، فهمتني. حكومات ان شاء الله ربي يهديهم، احنا ان شاء الله يهتموا بالشباب، اللي هو الشباب اللي اكثر حاجه هو اللي خاطرش تو الاجيال هما يجي نهار جيالهم شطافه، وشكون يلقى كان الشباب، لكن مع الاسف الشباب كله ضاع جاي لهنا، فهمتني. شكون يلقى بلادنا هي راهو والله العظيم راهي بلادنا راهي بلادنا سمحه ياسر ومستحقه، راهو مستحقنا الشباب مع الاسف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبابنا الكرام بارك الله فيكم. معكم اخوكم نصر البنا، إمام وخطيب مسجد هنا في مدينة بادوفا اسمها جمعية الحكمة، وهذه الجمعية منشأة لها قرابة 9 أعوام، أصبح لي في هذا المكان معهم قرابة 7 أعوام، وفي إيطاليا كلها أصبح لي 12 عام. فطبعا معي أولادي هنا، معي زوجتي مع أولادي، عندي أكبر أولادي 23 عام، بعض لي بقية من أولادي في مصر يعني. فطبعا يعني الإخوة جزاهم الله خير دخلوا علينا المسجد في هذه الليلة الطيبة، ولسه منتهين من يعني درس بنقوم بفضل الله رب العالمين دائم الدرس يعني هنا الحمد لله رب العالمين في هذا المسجد العامر كل سبت واحد دائما بين المغرب والعشاء بيكون في موعظة ودرس في عقيدة أو فقه وما إلى ذلك، بيتابعوا إخواننا الحمد لله بعدد لا بأس به. وطبعا الإخوة يعني وجهوا لي الكلام إن أنا أتكلم يعني في هذه القناة بتاع أخونا الكريم، وجزا الله خير في هذا يعني بيبغي إن يكون في كلام يعني يفيد الشباب المهاجر من جميع الجاليات ومن جميع الجنسيات، فكلكم في سن أولادي. أنا يعني أتكلم معكم بلسان أولا يعني كرجل أولا عنده أولاد في سن 23 و25 والصغير والكبير، وفي مدارس مختلفة والحمد لله رب العالمين، مراحل مختلفة من الدراسة يعني. وكذلك أنا أكلمكم برضو بلسان الرجل الذي يعني دار بقاله 27 عام يتكلم في الدعوة في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما أقولها من على المنبر، أنا أقول أنصح أي أحد، وأنا أقول أتكلم لكم بلسان الأب، لا تأتي هذه البلاد إلا إذا كنت بطريقة شرعية، حتى لو أخذت ما أخذت من وقت، لا تغرر بنفسك أبدا، لأن روحك عظيمة جدا عند الله عز وجل. فلا تجعل أنت روحك اللي هي عظيمة جدا عند الله عز وجل الذي تكلم فيها قال من أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، تجعلها يعني لا تساوي دراهم معدودة، لا، يبقى لا تبيع نفسك بثمن بخس، فهذا يعني أمر يحاسبك الله عز وجل عليه. فضع كل شيء في نصابه. فأنا أقول للإخوة الكرام الله يبارك لنا فيكم، لأن صدقوني عندما نسمع أن في كذا غرق وكذا فعل والله بتقطعوا قلوبنا، تقطعونها، وبنجعل أنفسنا مكان آبائكم ومكان أمهاتكم ومكان إخواتكم. فلذلك أنا أقول انتبهوا لهذه المسألة وخذ الطرق الشرعية، وهي كثيرة جدا، الطرق الشرعية كثيرة جدا، نعلم أن في تجار وفي نصب كتير، لكن أنا أقول خذ طريقة شرعية، لن تعدم طريقة شرعية أن تأتي بها لهذه البلاد. وهذا طبعا كله يرجع إلى تقدير الله عز وجل. نصيحتي باختصار شديد، إن قدر الله عز وجل لك أن تأتي إلى هذه البلاد، أول شيء تبحث عنه الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة هتيسر عليك أمور كثيرة جدا 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 بإذن الله عز وجل. النقطة الثانية اللي أنا بنصحك بيها، عايزك أنت رجل مسلم، معنى الكلام ده رجل مسلم، معنى الشيمة بتاعتي هي الإسلام. فأنت إذا كنت علامة سيئة هتكون على الإسلام والمسلمين كلهم، علامة صحيحة هتكون على الإسلام والمسلمين كلهم. وأنا دائما أقول لإخواني المفروض أن يبقى شعار كل مغترب في هذه البلاد، لأنهم يروا الإسلام من خلال أفعالي وأفعالك وأقوالي وأقوالك، هو آية في كتاب الله عز وجل. إيه الآية ديت؟ هي قول أخوة سيدنا يوسف: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. عايز ديت تكون شعارك وانت جاي هذه البلاد، حتى ان ربنا يجعلك ان شاء الله سبب لان الناس دي فعلا تدخل في دين الله عز وجل.
أو على الأقل يعاملوا المسلمين بمعاملة حسنة ويعرفوا أنهم ناس أصحاب دين عظيم وأصحاب أخلاقيات عظمى. تالله خدها معاك اهي، ما جئنا، احنا ما جيناش من بلادنا حتى ان احنا نشتغل في كذا ولا كذا يحرمه الله علينا، ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، ما تمتد ايدينا عن الحرام حتى وان كنا في اصعب حالتنا. دي نصيحتي لكل الاخوه اللي هم بيرغبوا هنا، واسال الله عز وجل ان يقدر لنا واياكم الخير دائما اينما كان واينما حللتم وارتحلتم. اللهم بلغنا وبلغكم مما يرضيه امالنا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وجزا الله خيرا اخير صور معنا هذا اللقاء، جزاه الله خير الجزاء، وشرفنا وسعدنا بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.